أسعد الله أوقاتكم. اليوم حسوي منتو الكذاب، بس طريقتي هي المنتو الحقيقي بالضبط. طبعا أول شي حوريكم هذه القطاعة ألواح خشب، هذه تقطيع أخذتها من عند أبو خمسة مرة رهيبة. طبعا أقطع منها شوي وأقطع عليها أي شيء، خضار، دجاج، لحم، جدا ممتازة، جدا سهلة جدا. وأحيانا لما أقطع عليها خضار أرجع أغسلها مرة ثانية وترجع لي جديدة، فأنصحكم بالقطاعة هذه، حتلقوها من عند أبو خمسة. أجيب الرقاق وبعدين أقصه من النص إذا كان الرقاق ثقيل، أما إذا كان خفيف فخلاص كملوه كامل، فعادي يطلع معاكم مرة كويس. طبعا أنا أحب أفتح من النص بهذا الشكل عشان يطلع معايا رقيق. بعدين أجيب اللحمة المفرومة، أنا أحط فيها طبعا بصل، وأحط فلفل أسود، وأحط كمون، ما أحط أي بهارات ثانية ولا إني أكشنها، لا زي ما هي نية أحطها على الرقاق وألفها. طبعا الطريقة دي أخذتها من صديقة لي أم عمار من أيام طويلة، وأنا أسوي نفس الطريقة دي ومرة لذيذة وكأني أسوي منتو حقيقي. بعد كذا بعد ما ألف وأحط في الصينية أكملها كلها، أجيب كاسة أحط حبة ماجي وموية حارة فقط. في ناس بيحطوا قشطة وجبنة، في ناس بيحطوا خلطات صلصة في صوص، بعدين إن شاء الله أسوي لكم بالصوص. أنا لا، أنا أبغاها زي طعم المنتو. أحط الموية مع الماجي على نفس المنتو وأغطي بالقسطير وأدخل الفرن من أسفل لمدة تقريبا لو كان 180 درجة تقريبا ربع ساعة. خلاص الموية تنشف معاكم، والأفضل أنكم تستخدموا قزاز عشان تشوفوا المنتو نشف ولا لا. وبالعافية علينا وعليكم. لا تنسوا اشتراك في قناتي وضع لايك حتى يوصلكم كل جديد.